ضايعنا واحد شباب بالمركاض من الشعل أبيض. زين بخواير رجع يشبه هذا أبيض وقع ما زاوج بالعواشر لأن كلهم صغار أول زوجين كانوا 6 هسه 5 بقر. هذه بيضات عفزلن هذا فعل المرجان ذيك زوجة النيشان لحمة. من الحمر البطن لأن راح نطلعهم شباب. بعد الحمر اريد اسقطها شوي الشعلة احلى. نطلع الفرخات هسه. ندشرهن هذا الابيض بعده ما يطير لي. لان نفتحن ونعيفن شباب بعد نجد. من اثنين وذاك واحد لان هاي دار ما دارنا. هذا الابيض ما يطير بي. خلنا ننزل عنها شباب لأن الصفر بيضات. لأن ثاني من الرياض صغار بعد التور لأن يمكن تيدي ما أعرف شنو ما أعرف هون بيضة لولا يمكن بعد هون بيض. صار النواحس بالتور. فرخات قام يبعدن شباب. وين ما ادري تشوفون بالتصوير. ما لنا علاقة بهن ما نكشن ولا شي بس نندسن ونروح عنهن ما نبقى بالسطح. ننزل جوا على الخانات شباب. بالنسبة لكل مال الخانات هذه تخطون اذا يعني ما تريد تطيب فيتامينات ولا اي شي بس تعتمد عليك يعني 9 اشكال لين الفرخة رايحة 9 اشكال. هذا حب شمس هرطمان حجري والعدسي وكسباني يصير ناعم مكسر وقرطب وربشة نص كلها كميات متساوية بس هاي اكو ربشة يسمونها الحمراء هذه تخلي نص الكمية معناتها لان الطيور مو كلش تاكله. هاي نص الكمية الباقي كله كميات متساوية بالخطة. حب شمس تخلي دخن لا تخلي لا حنطة ولا أذرة ولا إيش بس هذا تخليه تشوفونه بنفس الكمية. هذه ما تحتاج فيتامينات ما تحتاج تخلي بعد. كل ما تزيد وهذا ما يخلن من عده بالاكل ما يخلن. هاي عندنا طبقة لبن صفر لبن اصفر هاي مال الحنان
هاي أول طبقة هذه. شوفوا الشباب مبين الأصفر، يصير أملس. تعرف أول ما يفقس يصير أملس. إذا بيه زغب أصفر طوال هذا يعني حني أو أحمر. هاي عادي، أول طبقة يغلطن عادي. هذه الطيرة وهذا الفحم. بس خلل بالطيرة ما أتذكر أمهات شنو. ذن طبقة حنانم، هاي شو صار لها فترة قاطعة. هذني جوان فرخ جديد شباب فقسه. هذا الدلعة بعد ما مبين مرة، صار ليش يومين ثلاثة. هذا الأشعل الأبيض، لأن يذبن مرات مرجاني ومرات أشعل. لأني هم شوية تعطلون في سربيض. هذا شكري وهاي طيب. هذني هم فوقسه منو شايفين فرخان. هذا الفحل الأشعل. هاي الطيرة فرخة جديدة جوا، إنه بس بيضة واحدة بيضة فوقسه. كم صار لي يومين. بعد ايش عندنا هذا الحني. هاي طيرة الصفرة بعد بيضة ضامة جوا. مدن الصفر. هذا الفحل الصفر. هاي الطيرة ما ادري مبينة بالتصوير. مو مبين الصفر شباب. زوجين راح نطلع زوج من عتن نبيعه. هاي طبقة مال الشعلهم هسه جوهن بيض لين تفسد ذاك المقام. هاي الطيرة ربع فارخ مالتنا وهذا جايبين. هذا الموجود فرخات لسه طايرة، يمكن نزلن نصعد نشوف. شباب هاي خبطة مال أبراج يعني، هاي جاهزة اللي يريد. بس ديك الخبطة الأول اللي راويتكم إياها ديكه مال خانة. هاي بيها حنطة وبيها أدرين. والله حطاني فرقة ما لحق هسه بعد خرج. لأن الشباب شو تقولون يوقفون بدون زويج الحلة أو حلة طول عمرهن. بيهن 5 صار عمرهن سنة، يعني هن صفن 5 وثبتن بعد. لأن 4 لا كانن زوجات ما نزوجن بعد. هسه هو وقت زويج المفروض، اللي يريد يبقى واللي يوقع يوقع. بس ما أتوقع بعد يوقع عن ذن اللي ربى فرخ بدون الزويج. بس احتمال نطلعهن شباب. يلا من رخصتكم كمان.